بعد غياب وبقاله زمان، غنوا شهر الطول. غنوا وقولوا شهر الطول واهلا رمضان اهلا رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا يعني بصوا، من احلى التنظيفات ومن احلى الاجواء اللي بحبها اجواء شهر رمضان. ببقى مبسوطه حتى لو متضايقه برضه ببقى مبسوطه في شهر رمضان. يا رب يسعدكم جميعا. طبعا بنبقى مبسوطين واحنا في وسط اهالينا، فيا رب دايما يديم علينا نعمه الاهل ونعمه اللمه يا رب اللهم امين، ونعمه الصحه الحمد لله طبعا، ونعمه الاخوات في الله الامارات اللي عندي على القناه، يا رب يديمكم عليا نعمه اللهم امين. الواحد عنده نعم كتير جدا في حياته، فدايما بشكر ربنا واقول يا رب زدني من نعيمك اللهم امين، ويزيدكم انتوا كمان ويرزقكم جميعا بالذريه الصالحه والصحه والعافيه. وكل سنه وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم، ويدخل عليكم رمضان وانتوا في اسعد حال، مبسوطين مرضيين يا رب اللهم امين. بصوا بقى يا ولاد، طبعا الروتين اللي فات انا جبت معاكم وانا بزق النيش وكده. الروتين ده كان مرضيش انزله لكم كله علشان انا اصلا في حاجات يعني ايه عملتها بس بعد كده يعني فاهميني، فنزلت لكم بس اللي انا صورته قبل بقى ما خلصت اللي ورايا. على فكره هو بيبان ان هو سهل جدا في الزق وبيبان ان انا اشيله من مكانه كده زي الريشه، انقله من هنا لهنا، بس هو تقيل ورخم. وبصراحه انا كان في حد كده نصحني ان انا ما ازقوش من مكانه، لان ممكن الازاز ده كله يتقلب عليا، وانا كنت خايفه بصراحه من كده. بس الحمد لله زقيته ونقلته من مكانه. ما انا لازم انجز وقتي، يعني انا لو استنيت ان هو مثلا هيتشال من مكان لمكان، لا مش هيتشال، لازم انجز وقتي بقى، خلاص مفيش وقت. انا نسيت اقول لكم صلوا على النبي، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. دايما يا رب يذكرنا بالصلاه على الحبيب، ويا رب اخواتي اللي عندي في القناه كده لما تسمعوا الصلاه على الحبيب تقولوا عليا افضل الصلاه والسلام. ببقى مبسوطه جدا واحنا بنصلي على الحبيب، بحس ان احنا كلنا كده بناخد حسنات والدنيا جميله. واللايك الجميل كده، اللايك الجميل بتاعكم بيفرق معايا كتير، اللايك بتاعكم بيرفع لي الروتين وبيشجعني، لان انا روتيناتي مش سهله وبصراحه يعني ببقى مبسوطه جدا وانا شايفه لايكاتكم، غير كده بتضايق، مش عايزه اتضايق خالص في شهر رمضان بصراحه. فنشجع بعض كده عشان هعمل معاكم حاجات كتير حلوه الفتره اللي جايه. ولو ما اشتركتيش اشتركي بس كده، اتكلي على الله واشتركي وسيبي الباقي عليا. نوراني وشرفيني دايما. بصوا بقى، قعدت ادعك في الازاز بتاع النيش، قعدت اطلع جلي فيه. بصوا انا لمعت بجلانس ومسكت لمعت الازاز وبرده ورق جرايد، وبرده لسه برده ما اتلمعش، يعني انا سبته بقى لما اتلمع يعني. وقلت بعد كده رصوا. انا ما بنضفش النيش يعني ممكن مره او مرتين في السنه، ما اكدبش عليكم، انا مش من الناس اللي من عشاق انزل النيش دي، لا ممكن اجيب البلور اللي هو بتاع تنفيذ الهواء ده وانفضه، لكن ما انقلهوش من مكانه. انا عندي حاجات كتير، كاسات ما شاء الله اللهم بارك طويله، فبخاف تتكسر. وانا على قد ما بقدر من ساعه ما اتجوزت يعني ما كسرتش، ما اكدبش عليكم ما كسرتش حاجات كتير، كام حاجه كده يعني، وغصب عني مش بمزاجي، بس يلا بقى. فهو النيش ده بحس ان هو ديكور كده يعني، يتلمع ويتساب مكانه عشان ربنا يستر كده. وبعدين بخاف قوي من تنظيفات رمضان، بحس ان في خسائر كتير في الارواح، يعني بحس فعلا ان في خسائر كتير في الارواح، ربنا يسترها علينا والله العظيم. يعني هتقولوا لي بقى احنا، بصوا اقول لكم على حاجه، احنا كمصريين بنحب نيجي كده قبل رمضان وننفض ونمسح ونكنس ونلمع ونشغل اغاني رمضان، هي دي اجواء رمضان بالنسبه لنا قبل رمضان. في شهر رمضان بطلب يعني كده يا رب يا رب يا رب اللهم امين، يثبتنا بقى على الصلاه والطاعه والصيام وكل حاجه جميله كده تقربنا من ربنا في الشهر الكريم. لكن احنا بنجهز نفسينا طبعا عشان في رمضان يعني شهر بيطير كده، مش هنلحق ننضف تنظيفه العيد. فدي بقى تنظيفه العيد ورمضان، 2 في 1 يا ولاد، 2 في 1. فانا النيش طبعا مش هعمله في العيد. وكمان احنا قلت لكم بقى زي ما قلت لكم برده في البدايه، احنا كمصريين التنظيفات عندنا بتبقى في المواسم اكتر. بنبتدي بقى ان احنا نجهز كده الشقه. بصوا رمضان ده عامل زي ضيف، لما بيجي يجيلنا ضيف كده يعني بنحب نخلي له المنظر جميل كده يليق بيه. ما بالكم ده شهر رمضان، يعني شهر رمضان الجميل، روايح جميله، راحه نفسيه، حاجات كده حلوه. فلازم نجهز له البيت كده وما يبقاش فيه كده ولا ترابايه في البيت، يعني عشان نطرد الشياطين. نجهزه بقى، نجهز، انتوا فاهمين، عشان نطرد الطاقه السلبيه. يعني انا عايزاكي تطردي اي طاقه سلبيه حواليكي بتنظيف. مش عايزين ترابايه كده، بصوا ننفخ فيها ما نلاقيش ترابايه، لان التراب والحاجات دي بتعمل طاقه سلبيه. يعني عارفين انا لما اكون منظفه مثلا
البيت تنظيفه حلوه ومتضايقه، نص مضايقتي بتروح لما بكون منظفه البيت تنظيفه حلوه، حتى لو ما حلتش المشكله اللي مضايقاني، لان الشياطين بتتجمع على الطاقه السلبيه والتراب وعدم النظافه. طبعا كلكم امارات، وانا عارفه ان كل الستات الامارات عامله اللي عليها وزياده السنه دي، بس لو لسه ما عملتيش زي حالاتي وبتستعدي وبتقومي ومتاخره وعايزه حد يشجعك، فيلا بقى نشجع بعض ونقوم ونشوف هنعمل ايه. انا رصيت الرصه دي، قعدت افكر بقى حلو ولا مش حلو. رصيت طبعا انا بحب كده ادردش وانا برص، يعني انا بعمل اي حاجه بحب ادردش في التليفون عشان انجز وقتي. بصوا بقى، انا طبعا بخلي الصيني من تحت عشان يبقى يعني في الارضيه بتاعه النيش، لان انا لو حطيت الصيني تقيل، فلو حطيته على الازازه ياخد الازاز ويتكسر. فاهم حاجه برضو ان احنا يعني انا ما برصش وخلاص كده علشان ما الاقيش النيش اتكسر. تمام. ايه رايكم في الرصه دي بقى؟ قولوا لي ايه رايكم فيها. بس لما قعدوا خليته فله شبه منوره. طبعا دي كلها بتبقى ديكورات كده في النيش، نفضل نقول النيش 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 للعروسه يعني. والله 3/4 ما بنستخدمه اصلا، بس هو بينفع يعني. ينفع مثلا في ضيف في حاجه مش عارفه ايه، انت برضو نزهتي نفسك كده ورحتي. يعني انا ساعات بطلع برضو اعيد حاجه، برضو انا بطلع على فكره اكتريه الفناجيل دي اشرب فيها عادي يعني. ايه المشكله؟ مش شرط ضيوف بس كده. ايه رايكم؟ قولوا لي. طبعا بيبان لكم ان الحاجه قليله، لكن هم ما شاء الله خدوا مني يوم كامل، يعني النيش ده خد مني يوم كامل. بس كده. ورحت ماسكه بقى الجنب التاني دون، قعدت بحب افكر كده واخطط وارتب واظبط. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، صرف النظر انا بتكلم بسرعه، انا بتكلم بسرعه عشان يعني كميه الكلام اللي عايزه اقولها الروتين اقل، فعايزه اقول كل حاجه مع بعض. بس المهم المكان والله العظيم والله بجد مش بكتر الحاجه ومش بوسع المكان، يعني يا رب يرزقنا بس الرضا. انا على فكره مبسوطه جدا بحاجتي، يعني مش هقول لكم ان هي احلى حاجه، بس بالنسبه لي انا احلى حاجه. بعمل كل حاجه كده، ما باجي اعمل كل حاجه في حاجتي بحس ان انا بعملها بحب، بحاول ان انا اجدد، بحاول ان انا اظبط. فلو انت مثلا ما عندكيش نيش، ما عندكيش يعني مش كلنا بيبقى عندنا كل حاجه، يعني في حاجات عندي مش عندك وفي حاجات عندك مش عندي، بس الرضا وان احنا نعمل احلى حاجه من الحاجه بتاعتنا، يعني احلى حاجه نعملها من الحاجه بتاعتنا. مش شرط ان انت تجيبي كل حاجه تزين البيت عندك في رمضان، بس ممكن عارفه لو جبتي كام متر خياميه وقعدتي انت واولادك كده زينتي. انا بتكلم عن الناس اللي ممكن من الطاقه السلبيه والغلا الاسعار ما تعملش حاجه تفرح نفسيها بيها، لا اعملي يعني كام متر مثلا خياميه، المتر عامل 25، وتعملي حاجه بسيطه في بيتك وتظبطي بيتك وتظبطي حياتك، هتنبسطي وعيالك هينبسطوا. ربنا يرزقكم جميعا الذريه الصالحه. لكن في ناس بتجيب كل حاجه في بيتها، وفي ناس بتجيب اغلى الحاجات لرمضان. فرمضان مش بان احنا نشتري اغلى حاجه، يعني هو رمضان اصلا يعني ان احنا نقرب من ربنا اكتر. احنا بس كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنجهز نفسينا وبيتنا للشهر الكريم، شهر الصيام والعباده والقرب من ربنا. فطبعا كل البيوت غني فقير بيدخلها رمضان، معاهم ما معاهمش بيدخلها رمضان. كل البيوت ربنا بيراضيها في رمضان. عارفين ليه؟ علشان مش اللي بيراضي الناس ده اللي بيراضي الناس رب الناس. فربنا يرضيكم جميعا، وانتظروني بقى يا رب روتيناتي تعجبكم.